السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله حبيت ان انا اعمل معاكم حاجه كده للعيد تكون حلوه و... وهنعمل مع بعض برضو صينيه العيد وهنحضرها مع بعضنا وهنشوف هنحضر فيها ايه. قبل ما نبتدي بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك وتشتركوا في القناه بتاعتي وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده وتقولوا لي رايكم ايه في الفيديو. تتفرجوا يا ريت على الفيديو للاخر عشان تشوفوا تحضير الصينيه في الاخر. صينيه العيد هتبقى عامله ازاي؟ طبعا الجيل احنا عارفين ان هو 3 انواع ب3 اطعم. يعني انا جبت الجيل النهارده بتاعي بالفراوله زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا بقى نبتدي، هنشوف هنعمله ازاي. هو طبعا انا معايا كده 3 اكياس من الجيلي. هعملهم الكيس الواحد هياخد كوبايه الا ربع ميه سخنه وكوبايه الا ربع ميه ساقعه، فانا الكيسين كده هياخدوا معايا كوبايتين وربع ميه. فانا هوت الميه دي طبعا مغليه خالص وحطيت منها كوبايتين وربع زي ما انتم شايفين، وديتين كوبايه وبعد كده هنحط تاني ربع كوبايه اهوت. ده ربع كوبايه الاخير. وبعد كده بعد ما حطينا الميه بتاعتنا كلها كده، الميه دي طبعا ميه بتغلي، هنفضي فيها اكياس اهوت. هنفتح الكيس كده، نحاول نفتحه بالراحه عشان ما يتقطعش مننا ويبهدل الدنيا. وبعد ما نفتحه هنقلب ال3 اكياس. انا عايزه طبعا اعمل ال3 اكياس مع بعض. هو مكتوب عليه ان الكيس بياخد كوبايه الا ربع ميه سخنه وكوبايه الا ربع ميه ساقعه، فانا بعمل ال3 اكياس مع بعض فبضيف الميه كلها مع بعض دافيه اللي هي الميه السخنه قصدي. فكده هوت حطينا كوبايتين وربع ميه سخنه الميه المغليه. وبعد كده حطينا هنقلب ال3 اكياس الجيلي بتوعنا هنا جوه الميه السخنه اهوت. وبعد كده نفتح الكيس التاني بقى. عايزه اقول لكم ان انا بحب الجيلي بالفراوله اكتر حاجه، مش بحب التانيين يعني الانواع التانية غير الفراوله بس هو اللي بحبه. علشان كده ما بجيبش غيره، يعني على طول بجيب لما اجيب جيلي بجيبه الفراوله. ما بحبش الانواع التانية او الاطعمه التانية يعني. وهو ده كده اخر كيس معايا بفتحه. وطبعا بعد ما نفتحوه كده ونقلبوهم كلهم بقى لازم نقلب كويس جدا، نقلب الجيلي كويس جدا جدا عشان كل الجيلي اللي موجود اللي انا حطيته ان هو يسيح معايا في الميه كده ويدوب خالص. بس نلم الدنيا اللي جنبنا دي كده الاول وبعد كده نبتدي ان احنا ايه نقلب كويس. هنقلب بقى كويس جدا جدا زي ما قلت لكم علشان كل الجيلي اللي معايا يدوب في الميه. بصوا كده لسه ما دابش اهو، فانا هفضل اقلب بقى في كتير قوي قوي قوي. وبعد كده بعد ما نقلب كويس بقى نكونوا محضرين جنبنا ايه ميه ساقعه. يلا يا جماعه، يا ريت اللي ما اشتركش يشترك لي ويضغط لي لايك ويتفرج على الفيديو للاخر عشان يشوف الصينيه بتاعه العيد اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. النهارده هنعمل الصينيه بتاعه العيد وهقول لكم هنحضر فيها ايه وهنحضر للضيوف اللي يجولنا يعني. او حتى لو انت يا ستي ما عندكيش ضيوف بيجولك هتحضريها لنفسك مش مشكله وتظبطي يعني تحضري لنفسك الصينيه. وبعد كده هناخد ميه بقى الساقعه لما تجي طالعه من التلاجة، هناخد منها كوبايتين وربع برضو نفس كميه الميه السخنه اللي احنا اخدناها من شويه وهنقلبهم على الجيلي اللي احنا عملناه. وهنقلب كويس جدا 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 زي ما قلت لكم علشان لازم نقلب كويس عشان كل الجيلي اللي موجود يدوب ويعمل في الاخر جيلي حلو كده ويكون يكون حلو يعني. وبعد كده هنجيب بقى الاطباق اللي هنقدم فيها الجيلي دوت. والاطباق اللي معايا هيت انا جايباها كده يعني هما طقمين. في طقم اللون الاحمر اللي قدامكم دوت والطقم التاني
الابيض ده. فالطقم الاحمر دوت، الطقم الابيض ده كان عندي، ولكن الطقم الاحمر دوت كان كنت من كام يوم كده كنت بجيب حاجات يعني شفته عند محل كده بتاع حاجات برضو بتاعت مطبخ واطباق وكده. رحت دخلت بقى وعجبني جدا الصراحه، ولقيت منه فيه الوان كتير اهوت. لقيت منه الوان كتير بس انا عجبني اللون الاحمر، فجبت بقى الطقم دوت وقلت ابقى اعمل فيه جيلي بقى الحاجات ديت يعني. بس كده بعد ما قلبنا كويس قوي الجيلي بالميه السخنه والميه الساقعه وحطينا الجيلي وظبطنا الدنيا، هنقدم بقى هنحطه كده في اطباق التقديم بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنحط كل الكميه بتاعتنا في الاطباق. بعد ما نحطها في الاطباق بقى كده كويس ونظبطها، هندخلها التلاجة وهنقعدها من 5 ل6 ساعات في التلاجة علشان يديكي التماسك اللي انت عايزاه اهوت. زي ما انتوا شايفين كده احنا مالينا بتاعت الاطباق بتاعتنا كلها اهوت. بعد ما مليناها كده ملينا كل الاطباق بقى وقدمنا كل حاجة، هندخلهم في التلاجة وهنقعدهم من 5 ل6 ساعات. زي ما قلت لكم طبعا ان انا هو المفروض يقعد من 5 ل6 ساعات، بس انا كنت عاملاه بالليل. عملته بالليل مثلا على الساعة مثلا 6 كده المغرب او 6 او 7 في الحدود دي يعني. وبعد كده رحنا جيت تاني يوم بقى طلعته من التلاجة وصورت لكم التصوير القمر دوت. بصوا كده اهوت. بعد ما هو المفروض يقعد من 5 ل6 ساعات، بس انا زي ما قلت لكم ان انا قعدته فتره اطول علشان على ما جيت صورت تاني يعني، عشان انا على طول عملته وبعد كده حطيته في التلاجة ورحت نمت بقى، وجيت تاني يوم طلعته لقيته بالمنظر الجميل ده. فانت لو مستعجله عليه تقعديه من 5 ل6 ساعات، لكن انت لو مش مستعجله عليه عادي انت ممكن تسيبيه لحد ما ايه براحتك يعني، مش هيخسرك في اي حاجه. بصوا بقى التماسك بتاعه جميل ازاي كده، ويجيلي جميل قوي كده، والحركه بتاعته برضو حلوه. وبصوا بقى هو كده قمر قوي الصراحه، وعجبني جدا وعجبني طريقته جدا وكده بقى ما شاء الله كده جميل جدا. وانتوا لو عايزينه محلي اكتر، بصوا هو التحليه بتاعته مش كانت عاليه قوي. لو انت مش بتحبي الحاجه فيها سكر كتير تحليته كده حلوه، ما تحطيش عليه سكر خالص. انت بتحبي الحاجه محليه بقى، فانت ممكن تضيفي له سكر وانت بتعمليه، تضيفي له معلقتين 3 على حسب ما انت عايزه. هنا بقى في المرحله دي انا كنت بحاول ان انا اقلب الطبق كده زي ما بشوف طبعا فيديوهات كتير بقى يجيبوا الطبق كده ويقلبوه وبيتقلب على طول بيبقى يطلع 100 معاهم. فانا بقى حاولت ان انا اجرب الحركه دي قدامكم وتشوفوها برضو تقولوا لي ايه بتعملوها انتوا ازاي. بصوا كده بقى اهوت كده انا حاولت ان انا اعمله وهو مش عايز ينزل خالص من الطبق زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعه. فهو مش عايز ينزل خالص، فانا بقى مصره ان انا لازم انزله. بصوا بقى بصوا هو نزل مني ازاي بقى، بس كده برضو مش مشكله، وكده دليل ان هو اتعمل حلو يا جماعه، واتعمل متماسك وحلو قوي زي ما انتوا شايفين. فانا قلت خلاص انا كده مش هجرب، وبعد كده قلت لا لازم اجرب ولازم اهو. فضلت وراه برضو لحد ما انا حاولت اقلبه وهو اتقلب معايا وبقى جميل ونجحت الحمد لله. وبعد كده خلاص خلصنا بقى وقلنا نحضر الصينيه بتاعه العيد اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. هنحضر عليها ايه بقى؟ هنحضر عليها كل حاجه عندك. انا عندي ترمس وعندي سوداني وعندي بونبوني وعندي الجيلي اللي انا عملته اهوت قدامكم حطيته، وعندك بقى انتي كحك وبسكوت والحاجات بتاعه العيد دي كلها حطيها برضو. بصي اي حاجه انت عايز تضيفيها معاكي في الصينيه بتاعتك ضيفيها، وهتبقى الصينيه جميله جدا و تقدميها لضيوفك اللي يجولك. ولو زي ما قلت لكم لو ما عندكيش ضيوف بيجولك يا ستي اعمليها وكليها انت كده وانت واطفالك بقى كده، وهتبقى 100 معاكي وهتعجبك اول الصينيه ديت وتحسي كده ان بتحسسك بالعيد فعلا. فانا يا جماعه مسمياها كده صينيه العيد، بس كده احسن حاجه فيها صينيه العيد. يلا مع السلامه اشوفكم ان شاء الله.